هسأل الناس 4 أسئلة. أول حاجة، الناس حاسة بالأمن دلوقتي ولا لأ؟ تاني حاجة، لو حاسس بالأمن هيكون بنسبة كام في المية؟ تالت حاجة، إيه رأيهم في اللي هو محمد إبراهيم وزير الداخلية؟ رابع حاجة، لو كان في تواجد شرطي لما الشرطة بتتعامل معاهم بيكون إيه أسلوب التعامل معاهم؟ تعرف بيك؟ أسامة فتحي، سواق تاكسي. أهلا وسهلا بيك. كنت عايز أسألك بس كام سؤال. اتفضل حضرتك. حاسس بالأمن دلوقتي ولا في الشارع ولا لأ؟ مش قوي يعني، بنسبة 50%. بنسبة 50%. طب إيه رأيك في اللي هو محمد إبراهيم؟ والله هو يعني معقول برضه، بنسبة 70% كويس. طيب بتشوف كمان في الشارع، بما ان انت سواق تاكسي فاكيد اكتر الناس معرضين للشرطه في الشارع، عايز اعرف اسلوب التعامل بيكون معاك عامل ازاي دلوقتي؟ لا هو دلوقتي بعد الثورة كويس، أحسن من الأول كتير. تمام. بتشوف كمان على الطريق كتير ولا لا؟ قليلة قوي. قليلة. داخل القاهرة ولا خارج القاهرة؟ لا داخل القاهرة قليلة جدا، خارج القاهرة يعني معقولة بسيطة. شكرا قوي. لا تعرف بيك؟ محمد أنور والدنيا إن شاء الله. ممكن اسألك كام سؤال؟ عايز اعرف انت حاسس بالامن في الشارع دلوقتي ولا لا؟ اكيد طبعا. بنسبة كام في المية؟ هو ما اضحكش عليك، هو حاليا بنسبة اقل من النسبة الاولى، بس برضه مهما كان وزير الداخلية عامل اعلى مجهود فيها برضه. طب ايه رايك في وزير الداخلية اللي هو محمد ابراهيم؟ صراحة اجمل وزير داخلية اللي يجي لغاية دلوقتي. طب لو قلت لك حدد لي النسبة اللي انت ممكن يعني شايفها وحاسسها بالامن في الشارع، ممكن تقولها لي قد ايه؟ كام في المية؟ هي حاليا ما اضحكش، نسبة الامن حاليا ممكن مثلا 30-40% بالكتير قوي، يعني مش زي الاول خالص، يعني الاول كانت تعدى 60-70. تمام. من بعد اللي هو وجود اللي هو محمد ابراهيم، يعني بسم الله ما شاء الله عليه دلوقتي النسبة متعدية جامد جدا، يعني لدرجة انه لغاية دلوقتي ما فيش مأمورية عدد تحقيق. تمام. طيب لما بتقف بتلاقي كمان في الشارع؟ طبعا. طيب لا بيكون اسلوب التعامل معاك عامل ازاي؟ لا هو حاليا اسلوب التعامل باحترام، لكن وقت ما الشعب يقل ادبه فلازم طبعا الداخليه تدي ادبها. تحب تقول لهم ايه؟ وكل اللي نفسي اقول لهم بس الشعب ان يلم نفسه شويه ولازم يقف جنب الداخليه، لان البلد ديت بدون تعاون الشعب مع الداخليه والجيش مش هتبقى بلد فرديه. شكرا. تعرف بيك؟ هادي عبد المطلب محمود. حاسس بالامن في الشارع دلوقتي؟ يعني نص نص. بنسبة كام في المية؟ بنسبة 60%. 60%. طب ايه رايك في اللي هو محمد ابراهيم؟ والله كان أداؤه جيد، بس الضغوط عليه بصراحة مخلياه مش عارفين ليه، يعني زي ما بدأ كنا عايزين بدأ يشتغل بنفس الطريقة يعني. لأن احنا كانت عربياتنا بتتسرق، وكان في بهدلة كتير بالنسبة لسواقين التاكسي يعني. تمام. طيب لما بتشوف كمان في الشارع بتعمل كمين بيكون اسلوب التعامل معاك عامل ازاي؟ لا هو الاسلوب بصراحة راقي وكويس، واحنا بنتعاون معاهم لأن احنا يعني نحب ان الأمن يرجع البلد مرة تانية يعني. تمام. تحب تقول لهم حاجة؟ والله ربنا يوفقهم وكلنا بنحب مصر. شكرا. لا. تعرف بحضرتك؟ ابو عبد الله. ابو عبد الله، حاسس بالامن في الشارع ابو عبد الله؟ لا. بنسبة كام في المية؟ هو جايز موجود في اماكن، انما هنا حوالين مننا انك سواق تاكسي وبلف في الشوارع، المرور مفيش، منعدم نهائي. تمام. طب ايه رايك في وزير الداخلية اللي هو محمد ابراهيم؟ ما عملش اي بصمه من ساعه ما مسكه، ملوش اي حاجه. طب لما بنسمع في الاعلام ان هو قبض على مجرم وقبض على عصابه وقبض على بس ما بنشوفش حاجه. لما بتقف في كمين بيعاملوك ازاي؟ ما شفتش ولا كمين لغايه دلوقتي. ولا خارج القاهرة ولا داخل القاهرة؟ ولا داخل القاهرة ولا خارج القاهرة. مفيش. شكرا. تعرف بحضرتك؟ محمد حمودة محمد. استاذ محمد هسألك كام سؤال ممكن ترد عليا؟ اتفضل. حاسس بالأمن في الشارع؟ أكتر تعدي 70%. طب ايه رأيك في وزير الداخلية اللي هو محمد إبراهيم؟ شغال بس الإعلام يديله فرصة. طيب بتشوف كمان في الشارع؟ بشوف كتير دلوقتي، وأطمنة فيها تفتيشات ومباحث منظرها يفرق، لدرجة إن أنا امبارح كنت ماشي على أنا والأسرة بتاعتي على أول طريق شارع ال90، شايف أطمنة ومباحث واقفة بالشدة كاملة بالرشاشات. أنا اتهزيت وشديت الحزام لأني ما بلبسوش، قليل ما بلبسه، بس لقيتهم قابضين على عربية أنابيب وماسكين بيفتشوا تفتيش ذاتي في العربية. دي حاجة بتحسس الإنسان الفرد مننا الأمان شوية. بعد الانفلات اللي احنا شايفينه في الشارع، الوزير صراحة شغال، بس وسائل الإعلام اللي كل واحد لما يحصل أي حاجة يطلعوا يطبلوا، هم دول اللي كانوا وزارة الداخلية. تحب تقول لهم ايه طيب؟ وزارة الإعلام؟ الداخلية. ويقويكوا وعايزين في لحظة أكتر من كده كمان.
الداخليه دلوقتي في الفتره الحاليه ونسبه تواجد الامن قد ايه؟ ونسبة تواجد الأمن كان الأول يعني حاجة كويسة قوي. أول ما نزل يعني شد شوية، خصوصا عندنا في اسكندرية وفي مصر. ابتدى يقبض على المجرمين، ابتدى يعمل كده. لكن لقينا بعد كده إن كل دوت كان يعني لعبة، كان حصلت موضوع بورسعيد، حصل موضوع الكلام ده كله. اكتشفنا الموضوع كله لعبة، الموضوع كله مترابط مع بعض. فاحنا يعني مش عارفين، احنا نفسنا الشرطة ترجع زي الأول، بس نفسنا ترجع باحترام للناس، مش زي الأول، مش زي الأول تضرب أي حد، تمشي مع أي حد، عايزين القانون يرجع يسود، بس يسود بعدل وبنظام. مش عايزين اي انحراف، مش اي رشوه، اي بتاع زي ما كان بيحصل ده قبل كده. عايزين نعيش حياه نظيفه. اقرب احتكاك ليك كان من الشرطه كان امتى؟ انا بصراحه يعني انا ما احتكتش بالشرطه خالص. يعني مثلا سالك وانت ماشي البطاقه بتاعتك كده اللي هي العادي، يعني الامور العاديه اللي بصراحه انا سالت حق الاستيقاظ. حصل الفتره اللي فاتت بس، عشان الفتره اللي فاتت الجيش مش الشرطه. تمام. طريقه التعامل عموما كان باحترام، يعني من فضلك البطاقه بس. تمام. السيد حاسب الامن في الشارع؟ كويس. بنسبه كام في المية؟ 70%. طب ايه رايك في اللي هو محمد ابراهيم وزير الداخليه؟ كويس. حاسس باللي هو بيعمله؟ باين الفرق في الشارع دلوقتي. تمام. انت شغال ايه؟ سواق تاكسي. طب انت اكتر ناس معرضين للتعامل مع الداخليه، بيتعاملوا معاك ازاي؟ كويسين دلوقتي، يعني في احترام. بيعملوك كويس. بتشوف كمان في الشارع؟ موجوده طبعا. كتير؟ تمام. تحب تقول لهم حاجه؟ اقول لهم ربنا يكون معاكم يعني ويعينكم على اللي انتوا فيه. شكرا قوي. اعرف بيك؟ سيد صالح. السيد حاسب الامن في الشارع؟ كويس. بنسبه كام في المية؟ 70%. طب ايه رايك في اللي هو محمد ابراهيم وزير الداخليه؟ كويس. حاسس باللي هو بيعمله؟ باين الفرق في الشارع دلوقتي. تمام. انت شغال ايه؟ سواق تاكسي. طب انت اكتر ناس معرضين للتعامل مع الداخليه، بيتعاملوا معاك ازاي؟ كويسين دلوقتي، يعني في احترام. بيعملوك كويس. بتشوف كمان في الشارع؟ موجوده طبعا. كتير؟ تمام. تحب تقول لهم حاجه؟ اقول لهم ربنا يكون معاكم يعني ويعينكم على اللي انتوا فيه. شكرا قوي. اعرف بيك؟ فتحي النبراوي. تشتغل ايه يا استاذ؟ سواق خط اسكندريه. تمام. حاسب الامن في الشارع؟ الامن 10/10 في الشارع. بنسبه كام في المية؟ 90%. طب ايه رايك في اللي هو محمد ابراهيم؟ كويس. طب لما بتقف في كمين بيكون اسلوب التعامل معاك عامل ازاي؟ اي رد بقول لك اتفضل، بقى في احترام وفي معامله حلوه بصراحه. ليك اي حاجه؟ والله. ليك اي حاجه عايز تقولها لهم؟ والله هو الامن لما بينزل بيبقى فيه امان، وما بيكون فيه امان ربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله. شكرا قوي. تعب تحت امرك. تعرف بيك؟ منين؟ اسكندريه. طيب حاسب الامن في الشارع؟ يعني احسن من الاول يعني. بنسبه كام في المية؟ 60%. طيب ايه رايك في اللي هو محمد ابراهيم وزير الداخليه؟ تحس ان الداخليه ما اعرفوش، بس تحس ان الداخليه ابتدت تظهر. تمام. بتقف كمان في الشارع دلوقتي؟ عادي زي الاول، عادي. طب اسلوب التعامل بيكون عامل ازاي؟ لاحظ ان هم يعني كده مع العربيات الملاكي كويس، حد كويس عادي يعدي زي الاول، بس هو مع تهيألي بقى انضف مع الميكروباصات والعربيات اللي هي الاجره يعني. شكرا قوي.